السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل مع بعض كابوريا. بصوا هي جميلة ازاي، انا غسلتها برضو حلو جدا ونقعتها، ومعايا جمبري زي ما هو بقشره، بس عندي طبعا الشنبات بتاعته اللي بتبقى طويلة دي، ونضفته من هنا. وعند الحبل الرملي بتاعه هوريكم بنعين الحبل الرملي بتاعه ازاي وهو بقشره. بصي شي كده من ورا اهو، بسكينة حامية اهو. بصي اهو بسكينة حامية اهو، شفتي؟ بسم الله. بصي اهو، شايفة اهو الاسود ده اهو، بصي اهو طلع كده اهو معايا. خلاص يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي في الحله بتاعتي نزلت بمكعب زبده ساح خالص. بسم الله. هنزل بالكابوريا. كابوريا جميله ازاي، كابوريا جميله جميله جدا اهي. خلاص بصوا بقى، معلقه كزبره ناشفه، وسنه كمون مش كتير، ومعلقه ملح، ورشه بسيطه بسيطه اهي. بصوا من فلفل الاسمر، معلقه من خلطه السمك. خلاص انتوا بقى كده. بصوا بقى هنزل هحط ايه. اهي الكابوريا. بصوا بقى انا مقطعه فلفل الوان وقرن فلفل رومي، هاخد حبه منها اهو هنا كده كده. خلاص وبصلايه صغنطوطه خالص. خلاص اهو كده، وفص واحد توم، وحاطه الفلفل عشان طبعا هحتاج ميه تاني. سهله جدا يعني، بيبقى طعمها جميل. بس هنزل دلوقتي خالص بالميه لما يتبصوا، لما يبقى كل لونها هيغير دلوقتي يبقى لونها برتقاني. بسم الله. هزود الميه شويه عشان انا مش قليله. واول ما تاخد غلوه هغطيها، وهتقعد على النار حوالي بالظبط حوالي ربع ساعه، مش اكتر من كده ان شاء الله. قعدت على النار زي ما قلت لكم والله ما كملت ربع ساعه. بصوا جميله ازاي، هي الشوربه بتاعتها بتبقى جميله جميله جدا. استنى اوريها لكم. بصوا جميله. دلوقتي هنعمل مع بعض الجمبري. اهو الجمبري بعد ما غسلته ونقعته وحطيته في الحله، مش حاطه عليه حاجه، هنزل عليه بحبه كزبره. هنزل عليه بحبه كزبره برشه بسيطه كده من الملح، وخلطه السمك برده كده رشه بسيطه، ورشه كمون. خلاص وهنزل عليه، هنزل عليه بفلفل الوان اللي انا كنت مقطعه، عند حبه للكابوريا وهاخد حبه للجمبري، بس دول هنزل بيهم كلهم. خلاص كده، وهعصر عليه ليمونه. ليمونه طعم، واقطع عليه بصلايه
اول ما لونه يبقى اورنج كده هقوم ايه نازله عليه بحبه ميه بس لسه كده، غير لما كل الجمبري يكون لونه اورنج. والجمبري اساسا يا جماعه ما بيستحملش، يعني ما بيقعدش على النار حوالي 12 دقيقه، ما بيكملش ابدا الربع ساعه. ودلوقتي هنزل بفص ثوم، هنزل بسم الله بالميه السخنه بس كده، مش عايزه اكتر من كده. واول برده ما ياخد غلوه هغطي عليه النار، اول ما ميه الشرب منه خلاص هقوم طافيه. ودلوقتي اهو الجمبري بتاعي بعد ما قعد على النار حوالي 12 دقيقه او اقل والله اهو. هنزل بيه انزلي بيه في اي طاجن، اي طاجن عندك. خلاص رصصه كده حلو، وهاجي كده بالليمون. بصي بقى، دي اختياري مش اجباري، عندك زيت حطي معلقه زيت هتديله لون جميل، عندك مكعب زبده حطي عليه مكعب زبده. وده كان شكل الجمبري بتاعي بعد ما قعد في الشوايه بالظبط حوالي 5 دقايق. انا رشيت عليه رشه بسيطه جدا من الزيت. ريحته جميله 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 جدا. وطبعا الجمبري زي ما انتم عارفين ما بياخدش سوا خالص. بصوا شكله جميل ازاي. بصلتين كبار وبحمرهم في الزيت، ونقع 4 كوبايات رز. وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. البصله بتاعتي بس ايه لسه عايزاها ايه اهي. خلاص كده بصوا بقى، عارفين شوربه الجمبري وشوربه الكابوريا؟ انا خدت من دي حبه ومن دي حبه، جربيه والله العظيم تحفه، بالشوربه بتاعته بيبقى طعمه تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو يحتاج ميه، انا نزلت عليه بمعلقه، زودت ملح بسيط طبعا عشان الشوربه كان فيها ملح، وحطيت سنه كمون بسيطه جدا. اول ما تغلي هنزل بالرز بتاعي. ودلوقتي اهو الرز بتاعي بعد ما غسلته ونقعته شفته تمام اهو. بسم الله. اول ما ياخد غلوه ويبدا ان هو خلاص كده يكون اتشرب شويه، ههدي عليه النار وهوطي عليه، ههدي النار وهغطيه. وبكده انا خلصت الاكل بتاعي، يا رب يكون عجبكم، وهستنى برضو تعليقاتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.